يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين، اخباركم يا حبايب قلب متابعين قناتي الحلوين؟ شايفين يا بنات يا سيدي على الجمال؟ شايفين الملوخيه؟ حاجه كده تشبع وهي غدا. شفتوا الجمال؟ منعنعه ومورده وما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه يا سيدي تحفه. النهارده هنعمل مع بعض طريقه تنشيف الملوخيه الخضراء يا بنات عندنا في الفلاحين، وهوريكم الطريقه. وتابعوني وما تنسوش اللايك لاختكم بالله عليكم، وحط اللايك عشان خاطر اختكم، وحط اللايك عشان خاطر حمودي. حمود عمال يلعب معايا ويغلس كده، بس كان صباحه زي الفل، واحلى صباح لاحلى اخوات في الدنيا. ربنا يسعدكم يا رب ويجعل ايامكم كلها هنا وسعاده، اللهم امين. شايفين انا بجيب الملوخيه معايا، الملوخيه دي مقطفاها من الارض وما شاء الله عليها طازه وجميله. شايفين ما شاء الله؟ احلى حاجه تكون الملوخيه ايه؟ صبحه وحلوه، ما تسيبيش ولا عود في الشجره زي ما انت شايفه كده. عود الملوخيه ما سبتش فيه ولا ورقه، قطفته كلها لان الملوخيه طازه وما شاء الله. وبجيبها وهي بعدنها كده، بغسلها بحطها مثلا في حاجه كبيره مليانه ميه، واغسلها كويس وهي زي بالعيدان كده زي ما انتم شايفين، وانفضها نفضه محترمه كده عشان تصفي كل الميه اللي فيها. وبعد كده اقطفها التقطيفه الجميله بتاعتنا، بحيث ان احنا ناخد الورقه الحلوه، الورقه الوحشه مش عايزينها. وهي ما شاء الله عليها كان كلها ورقها زي العسل، وبناخد الورق كله ما بنسيبش حاجه زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، خضرة ومنعنعة وجميلة. حمودي جايب عصاية المصيصة وعمال يغلس عليا بيها. يا ابني اسكت، يا ابني اسكت، يا ابني ما ينفعش كده. عمال يغلس. دي مش تنفع. يقول لي لا العب يا ماما. زي ما انتوا شايفين عايز يلعب. شايفين احمد عمال يعيط ويقول لي العب يا ماما. طب هات بوسه، اداني احلى بوسه من احلى حمودي في الدنيا. وحط اللايك بالله عليكم عشان خاطر حمودي حبيب قلب ماما، اللي مطلع عينيا في اليوم ده. مش بيبطل طول النهار كده يرخم على ماما، بس هو حته من قلبي طبعا. ربنا يحفظه لي يا رب، ويخليه لي واخواته، اللهم امين يا رب. وادعوا لي دعوه حلوه كده، ربنا يكبرني في ولادي، اللهم امين، احنا واياكم ولكم بالمثل يا رب. كل حد يدعي لي دعوه حلوه لي بالمثل، اللهم امين. واتمنى منكم كومنت جميل ولايك جميل يا احلى اخوات في الدنيا، وتشاهدوا الفيديو بالله عليكم. وربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، يجعل كل شيء احنا بنعمله يكون فيه استفاده وخير لنا وليكم يا رب، اللهم امين. طبعا دول انتوا رغاية يا دودو، معلش استحملوني، انا عارفه ان انا رغاية، وعارفه ان انا بفتح معاكم في الرغي ما ببطلش رغي. انا بحب الدردشه معاكم والله بجد، بحس ان انا بتكلم مع اخواتي ومع حبايبي، مع اصحابي، مع عيلتي التانية، مع الناس اللي واقفه في ظهري وسند ليا في الحياه. ربنا يقدمكم نعمه في حياتي يا رب، ويفرح قلوبكم جميعا يا رب. كل الناس الصادقه اللي بتخش عند القناه وبتحبني بجد، وبتكتب لي كومنت كده باخلاص، ربنا يسعدكم يا رب، يفرح قلوبكم جميعا، اللهم امين يا رب. احمد عمال رايح جاي، وكان طلع عينيا في اليوم ده، ربنا يسعده يا رب يخليهولي. شايفين التعصيب ده؟ طبعا ده حال كل الامهات المصريه، واكيد كل الامهات في الدول العربيه، اللي عيالها مطلعين عينيا زي حمود مطلع عينيا وطول النهار يغلس عليا. تعالى تعالى، مش راضي يجي، وعارف ان انا هاخدها منه، فمش راضي يجي خالص. وهنا بسم الله ما شاء الله عليها قايمه بالتصوير 10/10، عماله تصور. وربنا يصلح حالنا جميعا يا رب. شايفين مطلع عيني؟ انا لو طلته كنت هرست، بس مش طايلاه. يدعولي ربنا، يدعولي يا رب يصلح حال، اللهم امين يا رب، هو واخواته يا رب، ويعن عليهم، اللهم امين، يرزقنا برزقهم جميعا، يرزقنا جميعا برزق اولادنا، اللهم امين، احنا واياكم يا رب. يا بنتي يا ريت انت رغاي، معلش يا حبايب قلبي استحملوني، انا عارفه اني رغاي، وعارفه ان انتوا بتحبوني وتستحملوني للاخر، عشان انا اختكم وانتوا حبايب قلبي واخواتي الغاليين على قلبي. ربنا يعزكم يا رب، وما تحرمش منكم ابدا، ويديمكم نعمه في حياتي يا احلى اخوات في الدنيا، اللهم امين يا رب. انا قلت بقى ندردش معاكم النهارده شويه، وافتح معاكم كام موضوع كده. بصراحه انا زعلانه جدا 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 من موضوع اللايكات يا بنات. شايفين الورقه؟ يا سيدي على الجمال. اللايكات بالله عليكم، اللايكات امانه يا جماعه، اللي تخش تحط اللايك بما يرضي الله. والله العظيم انا بزعل جدا لما الاقي مفيش لايكات، مع اني والله بتعب في تصوير الفيديو، بتعب في شغل وفي مونتاج وكل شيء. هنا زي ما انتم شايفين انا قطفت الملوخيه بتاعتي وبفردها على الصينيه في الشمس. انا ممكن ان انا احطها في اوضه واشغل عليها المروحه، بس بصراحه الشمس احسن، بتاخد خبطه الشمس كده بتبقى ما شاء الله تبارك الرحمن. وشايفين هنا بعد ما نشفت، انا كنت حطاها متاخره فدخلتها وطلعتها تاني يوم، تاني يوم خدت لها ساعتين اتنين في الشمس، وطلعت ما شاء الله خضرة وجميله، وكانت ما شاء الله بتقرمش تحت ايدك، يعني بتخرفش كده وتحفه. طبعا انا وحمودي بنعملها بره، وحمودي برضه هتقولي حمودي وراكي وراكي، حمودي مطلع عينيا. ربنا يخليهولي يا رب، ما تحرمش منه ابدا، ويخلي لنا اولادنا احنا واياكم يا رب.
هم احلى نعمة في حياتنا بجد، اولادنا هم حياتنا وحبايبنا، ما نتحرمش منهم ابدا. وبعدين حمودي دايما بيحب يساعد ماما كده، يحط ايده في ايده في كل حاجة. حمودي عمال يعمل معايا الملوخية، شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يحفظك ويسعدك يا احمد يا رب، ويجعلك بار بيا وبأهلك كلهم وبابوك واخواتك، اللهم امين يا رب. المهم يا بنات، بعد ما بننزل الملوخية في الشمس كده بجيبها وافركها على ايدي زي ما انتوا شايفين. بفركها وهي لسه مقرمشة، او تحس كده ان ايه الشمس لسه خبطاها كده، مش بستنى لما العصر يقد. العصر يقد تلاقيها بدأت تطلع بقى، الشمس بتروح وتبدأ تطلع تاني، ما تعرفيش تعمليها يعني، لازم تعمليها. فحتى تلاحظوا ان الشمس كانت ما شاء الله كده، كان بعد الظهر والشمس كانت ايه 10/10. لازم ناخد بوس. فما شاء الله تبارك الرحمن، طلعت معاكي ما انتهت بسرعة، وكانت حاجة 10/10 زي ما انتوا شايفين. شايفين ما شاء الله بقت ناعمة وجميلة. هنسكت على كده؟ لا طبعا، هنجيب بقى معانا ممكن منخل السلك يكون واسع شوية، او تجيبي المصفى الألمونيا بتاعتك عادي، او حتى لو مصفى بلاستيك مفيش اي مشكلة. المهم حاجة تعرفي ان انتي تعملي بيها الملوخية، عشان تعينيها في اكياس او تعينيها في برطمانات، تعينيها في ازايز مثلا تكون حلقها واسعة شوية، زي الحاجة اللي تعرفي تحفظي فيها. المهم ان انت بتحفظيها في باب التلاجة، تقعد معاكي من السنة للسنة يا بنات، مش بيحصل لها اي حاجة خالص، بتطلع ما شاء الله تبارك الرحمن جميلة جدا. شايفين ما شاء الله. انا كنت ناوية اخش اعملها جوه، بس للاسف الكهرباء قطعت ومعرفتش اصور جوه، فطلعت كملت تاني في الشمس بره في نور ربنا بقى. الكهرباء والله مطلعه عننا جدا اليومين دول. فقلت لا، خلينا في الاضاءه الجميله اللي بره، الاضاءه الرباني دي اللي مش هنلاقي زيها طبعا، حتى لو شغلنا 200 لمبه لا برضو الاضاءه الرباني افضل بكتير، وهي جت من عند ربنا، الكهرباء قطعت جوه. فانا هنا جبت المصفى بتاعتي، دخلت جبت المصفى وجيت، وابدا ايه انزل بقى الملوخيه من المصفى زي ما انتم شايفين. بتنزل ما شاء الله تبارك الرحمن جميله جدا، وبتنزل ناعمه، انت كده هتطلعيها على استخدام على طول. طبعا احنا عملنا كتير معاكم الملوخيه الناشفه، وعارفين كلنا احنا بنستخدمها ازاي. استخدامها سهل وبسيط، وبتبقى معاكي تحفه، وبتدنها على لونها، وتقعد معاكي من السنه للسنه على لونها. والخضار هو هو ما شاء الله عليه. بس اهم شيء احفظيها في كيس يكون محكم من اكياس التخزين، او برطمات، او اي حاجه تكون غطاها محكم، وتفتحي وتاخدي منه الكميه انت عايزاه، وتغطيه تاني وتحطها في باب التلاجة. صدقوني بتقعد والله يا بنات سنه كامله، مش بيجرى لها حاجه ان شاء الله لعند الملوخيه التانية ما تطلع، وتبقى ما شاء الله تبارك الرحمن جميله، وتاكلها بالف هنا وشفا يا رب. انا بقعد طبعا كل شويه افرك فيها لعند ما يطلع معاكي الايه شويه الخشنين قوي. طبعا دول العيدان، شايفين ما شاء الله، شايفين الخضار، شايفين النعوميه ما شاء الله تبارك الرحمن، خضرة وناعمه وجميله، وما شاء الله. والريحه والله تبقى ريحتها جميله جدا يا بنات، وما شاء الله الحبه دول عملوا معايا كميه محترمين، وبتخزنوها ان شاء الله بطريقتي، وتعجبكم الطريقه دي باذن الله. واتمنى ما تنسوش اللايك يا احلى اخوات في الدنيا، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. الفيديو يكون عجبكم تحطوا لي كومنت جميل زيكم كده، كومنت يفتح نفسي ان اكمل واستمر معاكم باذن الرحمن. وربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، اللهم امين. ويجعل كل اللي بنعمله اللهم امين يكون في ميزان حسناتنا، والناس تستفيد. لان اكيد طبعا في ناس ما تعرفش تخزن الملوخيه، بس تخزينها سهل جدا، وهنشتريها من السوق ونعملها بنفس الطريقه. واشوف وشكم على خير يا احلى اخوات.